أكثر من 1400 سنة ونحن نصوم رمضان خطأ. تفسير خاطئ لآية قرآنية غير موعد شهر رمضان وخلاه يتغير كل عام بدل ما يكون ثابت ومحدد. كيف فسروا الآية بشكل خاطئ؟ وهل فعلا موعد شهر رمضان ثابت بكل سنة؟ نعتمد كعرب على التقويم القمري أو الهجري واللي هو 12 شهر. تبدأ السنة القمرية بشهر محرم وتنتهي بشهر ذو الحجة، لكن بعكس التقويم الميلادي أو الشمسي مدة الشهر القمري 29 يوم ونصف اليوم، وبالتالي وبحسبة سريعة تطلع معنا السنة القمرية 354 يوم، يعني أقل من السنة الشمسية ب 11 يوم. العرب كانوا يقوموا ويصححوا السنة القمرية وفرق ال 11 يوم بإضافة شهر كل 32 شهر للسنة القمرية، وكانوا يسموه الشهر النسيء. وبهالحالة تبقى الأشهر الهجرية